علامات حب الله للعبد ولن أطيل. كيف يعرف العبد أن الله أحبه؟ أولا أن يحميك الله من فتن الدنيا. ترى الدنيا باركة في قلوبنا يا أخوان، نحبها وهذا قضاء وقدر. تحبون المال حبا جما، ويقول الله بعد أن أقفل في سورة العاديات قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه 5 أقسام. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود جحود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو المال، الدنيا، ولذلك حبنا لها يعمينا ويصمينا ويجعلنا نخلص لها ونعادي فيها ونحب فيها. لكن من علامات حب الله لك أن يجعل الدنيا في يدك، فلا تفتنك امرأة. ما تلاحظون بعض الناس ما انفتن مع الناس بالصور ولا باليوتيوب ولا بالسفريات المحرمة ولا بالحرام، يرى الربا أمامه والحرام أمامه ويكتبون اسمه في الانتداب وخارج الدوام وينزل اسمه أنا ما رحت انتداب، وخارج دوام أنا ما داومت في خارج الدوام حتى تعطوني. يا ابن الحلال انفع نفسك 20,000 خلصها خلا تمشي. لا يا حبيبي، ولا ريال حرام، أنا أحب الله أكثر من الدنيا، الله صادفني عنها. هذا من علامات حب الله أن يصرفك عن الفتن كلها. الثاني أن يبتليك، وهذه كل منا يقول اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. من علامات حب الله أن يبتليك في نفسك أو ولدك أم مالك أو يعاديك من كان حولك. ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه ابتلاه، ولا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. ولذلك أهل البلاء هم الأنبياء. قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأخبر الحبيب عندما أتاه أصحابه يسألونه أن يدعو لهم قال إنكم قوم تستعجلون. كان من كان قبلكم يؤتى فينشر ما بين لحمه وعظمه. ابتلاءات. وليقترى اللي ينشر هذا مفرقه من أحباب الله، من أولياء الله، من عباده، ممن يحبهم، لكن لهم منازل في الجنة لا يصلونها إلا بالصبر على البلاء. ولذلك أحبهم. ولذلك عندما نجى الله أيوب من الابتلاء قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. 18 سنة قيح وأبنائه يموتون وزوجاته ولا تبقى إلا زوجة وتبيع شعرها وتخدم في البيوت. فلما رأى كل الأبواب كرهه الناس، قذره الناس، احتقروا زوجته، باعت ضفائرها، رفع العين وهو على الأرض والقيح يتفجر قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. إذن البلاء من علامات حب الله. أيضا أن ينشر الله لك القبول في الأرض. وإياك أن تعادي عبدا أحبه الله فنشر القبول له، تجي عادة ناطحه ولا تناكفه وإلا أنك تعاديه أو تكذب عليه أو تحاول إسقاطه. أقبح عباد الله فوق الأرض من يريدون أن يرفعوا حب الله لعبد، يبون يرفعون حب الله من الأرض. والله يا أخي مغفلين. الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادى في السماء ثم يوضع في الأرض اللهم يا رب أنزل حبك لنا في السماء والأرض واجعلنا من أوليائك وأصفيائك وأعذنا من البلاء وجهده يا رب العالمين، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يا أكرم الأكرمين، أنت أكرم مسؤول. إذن القبول في الأرض من علامات حب الله جل وعلا للعبد. ومن علاماتها أن يرزقك الله حسن الخلق والرفق. من علامات الله يحبك. ترى الحليم منا الله يحب هذه الخصلة منه. في حديث أشج بن عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله. يا رب لا تحرمنا فضلك وجملنا بالأخلاق كما جملت خلقنا فجمل أخلاقنا. من علامات حب الله أن يهديك للخلق الحسن، أن يهديك لطلاقة الوجه، أن يهديك لبذل نفسك للناس، أن يهديك للصبر على الأذى، أن يهديك للكرم، أن يهديك لصلة الرحم، أن يهديك لإكساب المعدوم. ولذلك الحبيب قبل أن يكون نبيا هيأه الله وصنعه ربي على عينه فجعله من أحسن الخلق خلقا. فلما أتى من غار حراء قال زملوني. انظر الزوجة الصالحة، كلا أبشر والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم.
إنك لتكسب المعدوم، إنك لتعين على نوائب الدهر، إنك لتقري الضيف. معنى ذلك أن الله اصطفاك بهذه الرسالة لأن أخلاقك أخلاق العظماء، بل هو خير الورى بأبيه وأمي. فمن علامات حب الله أن يرزقك حسن الخلق. اسألوا الله. كان الحبيب ماذا يقول؟ خلنا ندعوها صدق: اللهم آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فإن الله إذا شاء بك خيرا جمل باطنك كما جمل ظاهرك. والله جميل ويحب الجمال، ومن أعظم الجمال جمال الخلق. ولذلك أحبابي خلقي وخلقك ما أقدر غيره ولا أقدر غيره، ومع أن الله لا يخلق إلا جمالا، والله لا يخلق الشر المحض، وفي كل زاوية في الكون جمال. يمكن ترى الشين في عينك زين في عيني أنا، ولكن في النهاية كله جميل. الله جميل يحب الجمال. ولذلك من جمال روحك أن تجمل أخلاقك، وهي ما الأسباب التي تعين على بلوغ منزلة حب الله جل وعلا. وأذكرها مما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. أولا قال: قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. إي والله، تدري لماذا؟ الواحد منا لو ان جدك عنده قصيدة 800 سنة والرواة ينقلونها، ما انت بحافظها، انت بتحفظها قصيدة جدك، وإذا قاموا يرددونها في المجالس بديت تنومس وبديت تذكر المعاني الجميلة فيها لأنها من موروث أجدادك. أتحب كلاما قاله جدك وتتجمل بكلام قاله بشر؟ ولو أن أحدا قال لك قصيدة فيك امدحك، والله من بعضنا يمد يده: وصلت نجوم ولا باقي شوي؟ يمكنه وصل من فرحه بثناء الناس. ألا وإن العز كله والجمال في الحياة كله يوم أن تقرأ القرآن وأنت تعتقد أن الرحمن يخاطبك أنت مو باللي جنبك أنت. يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. جمال مما يعين على حب الله أن تعتقد أن القرآن رسائل من الله لك. وأكثرنا حب لله اللي أحب القرآن حبا لا يفارقه، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان في المدينة ما فيها أنوار ولا سرج، قال: إني لا أعرف بيوت إخواني الأشعريين، قبائل أتت من اليمن، يعرفها في جوف الليل باللمبات؟ لا، بجهاتها ما يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في النهار، يعرفها بدوي القرآن من أجوافها. يقرؤون القرآن فيسمع المدينة لها دوي. تالي الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. هؤلاء الذين يقرؤون كتابه بتدبر يحبونه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقرؤون بالتدبر.